سوف تقوم الأستاذة نهى بتقديم قراءة نقدية أدبية، لأنها أديبة أيضا وليست ناقدة فحسب، يعني لرواية طعام الآلهة. الرواية بدأت بإهداء دافئ جدا لكتاب المؤسسة، وهذا الإهداء كان بالنسبة لي كفاتح شهية، اللي هو يعني لما يكون الإهداء بهذا الدفء وبيذكر هذه الرموز يبقى احنا داخلين أكيد على حاجة جميلة يعني. فكان بالنسبة لي دخلة حلوة قوي. أنا حبيت في الرواية حاجات كتير هذكرها، وكان لي بعض المآخذ برضو هناقش حضرتك فيها. حبيت الحبكة والفكرة الأساسية للرواية. عندنا شخصيات متعددة، وكل شخصيات مع الوقت بنكتشف غموض بيحيط بكل شخصية، ثم بنبتدي نكتشف علاقات غامضة بتربط بين هذه الشخصيات وبعضها. من الحاجات الجميلة في الرواية انه كان في خطين للراوي، كان في الراوي الأول للبطل، وكان في الراوي الثالث العليم لبقية الشخصيات في الرواية. بدأت بفانتازيا قوية جدا، واحد بيطير ووحش بجسم إنسان وراس طور وحاجات لا يصدقها عقل، فاحنا بنتساءل هي دي رواية فانتازيا؟ بس الأجواء اللي احنا عايشينها كلها في الرواية أجواء واقعية جدا. فالجميل انك قدمت لنا فانتازيا، وقدمت لنا اساطير اغريقيه، وقدمت لنا اساطير من القريه، وقدمت لنا جريمه بنحاول نعرف مين اللي عرف. فهذا الثراء والغنى يخلي الواحد هو بيقرا مستمتع. انا حسيت انه حضرتك كنت الافعال مستخدمه هي في المضارع، الفعل المضارع كان هو البطل معانا مش الفعل الماضي. وانا يعني انا بفضل في الحكي والحس الروائي انه نحافظ عليه بالافعال الماضيه، بحيث انه الافعال المضارعه بتكون انسب للمقالات او الاراء، لكن مش مناسبه قوي للحكي. احيانا بنحتاج الفعل المضارع لو انا عندي مشهد سريع وعايزه اخلي القارئ يحس معايا ان هو بيتحرك فيه. زي ما حضرتك قلتي، انا حبيت ان انا في الروايه اعمل الفعل المضارع سرعه. المشاهد دي تكون زي ما تكون سناب شوت، زي ما تكون فلاش كده، ومضه ان دي حاجه، بحيث اني احافظ على الخط الرئيسي بتاعي اللي هو البطل اللي بيحاول ان يشعر بذاته ويبحث عن ذاته. وفي الاخر طبعا بقى احنا عارفين ايه اللي بيحصل، ان هو بيكتشف أيوة. بقى ايه. انا ككاتب عندي الخط السير الدرامي، يعني انا عارف ان الفكره الاساسيه بطل بيعاني من عقدة منتصف العمر، محافظة بعيدة فيها فساد مستشري، فيها أناس بيحاولوا إن هم يسيطروا على الناس اللي فيها بكافة الطرق، عن طريق شر، عن طريق جريمة، عن طريق مخدرات. لكن اللي جوه والأحداث وسير الأحداث ده اللي أنا بقدر أتحكم فيه وبقدر أغير فيه زي ما أنا عايز. حضرتك في الآخر بس أظهرت إنه كان الدافع إنه تجار المخدرات عايزين يحطوا طعام الآلهة في المية والهواء ويخلوا الناس كلها، بس أنا ما فهمتش إيه الدافع من ده، إيه السبب اللي يخلي تجار المخدرات يبقوا عايزين يعملوا كده؟ هم كده البيزنس بتاعهم هيبوظ ومحدش يشتري منهم. لا، هو الغرض بتاعهم السيطرة. أي ما فهمتش عايزين برضو، دي محافظة نائية، فإيه الهدف؟ يعني ما فهمتش الدافع الأساسي اللي ورا هي رغبة المحافظة السيطرة. ديت هي اسقاط، ممكن تكون اسقاط على دولة، ممكن تكون اسقاط على تمام. مدينة كبيرة، ممكن تكون اسقاط على قارة بحالها. احنا بنشوف الحاجات ديت.